السلام عليكم ورحمة الله. اللي سامعيني بس تقولي عشان انطلق، وانا كده كده اصلا هعمل لكم سيف لللايف اوديو عشان تبقوا ترجعوا له وقت ما يناسبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تسمعوني؟ حول. بسم الله. هل في حاجة اسمها قرار مثالي؟ لا، مفيش. تمام. يعني ايه؟ أم، يعني احنا في الحياة يا جماعة، عندنا كل حاجة هنختارها فيها إيجابيات وفيها سلبيات، فيها تمن بندفعه عشان ناخد الحاجة دي. تمام. هضرب لكم مثال بسيط. احنا مثلا في الدنيا هنا، لو حد اشتهى كيلو فراولة، تمام، ماني بحبها، انا دلوقتي هشتغل شغلانة حلال، تمام، هستنى لما اقبض المرتب بتاعي وهروح اشتري الفراولة دي. ادي الدنيا هي تمت كده، اوكي. في الجنة انت جست الفكرة هتيجي على بالك هتتحقق الموضوع، خلاص هيحصل من غير سعي منك ومن غير اي مجهود. ده التمن اللي بندفعه عشان نحقق حاجات في حياتنا. تمام. ايه علاقة ده بقى بالقرارات؟ البنت علشان تعرف تاخد مثلا قرار زي، عذرا عشان نجيب الأنفية، بنت مثلا عاوزة تعرف تاخد قرار موضوع الزواج مثلا، هتاخده ازاي وهي مش فاهمة نفسها أصلا؟ هي محتاجة الأول تبقى فاهمة هي نفسها، هي مين، هي محتاجة ايه، وتفهم كويس جدا ايه اللي ممكن يكون موجود في العلاقة وايه اللي ممكن تستغنى عنه، ايه الوضع اللي ينفع تتحمله وايه الوضع اللي ما ينفعش تتحمله. تمام. في يقدروا يتحملوا فكرة السفر، تمام، أو بعد الزوج عنها لفترة شوية ممكن تكون طويلة. واحدة تانية لا، ما تقدرش تتحمل ده. تمام. أوضاع معينة اجتماعيا، في بنات ممكن جدا تقدر تعيش في بيت عيلة، بنات تانية لأ، وكله على فكرة له علاقة بأنماط الشخصية وبطريقة التربية وبالقناعات اللي جوه الشخص، الأفكار اللي اتربى عليها وبقت معتقدات وحاجات مترسخة جواه. تمام. فانت عشان تعرفي تاخدي قرار مهم جدا 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 تبقي فاهمة ان في باكج كده، في شيلة معينة معاها حاجات معينة. الحمل متعب، تمام، ومجهد جدا ان امرأة لمدة 9 شهور في جنين بيتكون جواها، في معجزة بتنمو جواها حرفيا. ما بتتحركش بسهولة، وكل اللي انتوا عارفينه عن الحمل ده، ولكن في الاخر بيكون معاها بيبي، حتة منها، تمام، وحتة من روحها زي ما احنا بنقول. وهتنعم بيه بقى لما تربيه ويكون صالح وتجتهد، هيكون خير ليها في الدنيا والآخرة، ولما تكبر كل الكلام الحلو ده. ولكن هل البيبي هو مجرد فكرة جت جوه دماغها فخلفت؟ فهي دي المشكلة اللي عند الناس اللي دايما بتشتكي من الحياة، انهم مش فاهمين انها باكج. الزواج والاستعدادات اللي ليه مجهدة، تمام، اعداد بيت مجهد، ان حد يقف مع ناس بيعملوا له بيت من ما فيش، من تحت الصفر، هو كان يا دوبك شوية طوب ورملة. تمام. فعلشان نبدأ نستوعب فكرة المثالية، المثالية مش موجودة أصلا، وكمال مات. يعني أنا نزلت 200 ألف بوست عن موضوع السعي للكمال ده يا جماعة، والله مرهق جدا. تمام. فما فيش حاجة اسمها القرار المثالي، وما فيش حاجة اسمها حياة مثالية. في باكج انت راضي بيها، لان انت فاهم نفسك وعارف تاخد ايه وما تاخدش ايه. واحنا احرار في ده على فكرة، ولهذا احنا هنسأل على ده. تمام. ولهذا احنا هنحاسب امام الله على اللي احنا اخترناه، وعلى اساس ايه اخدناه، وكانت ايه نوايانا، وايه ردود افعالنا. تمام. تصرفنا ازاي امام الحاجات اللي احنا اخترناها وجبناها لحياتنا دي. ربنا سبحانه وتعالى ما جبرش حد يتجوز، بس ما دام اتجوزتي انت بقيتي امام مسؤولية، تمام، هتسألي عليها امام الله، وهو كمان الزوج هيسأل عن زوجته يوم القيامة. وهنسأل دنيا وآخرة، والله يعني هو أصلا الموضوع بيبقى دنيا وآخرة. الناس متخيلة إنه على الآخرة بس هنتحاسب، لا، هو الحاجة لما بنأديها كما يحب الله ويرضى، يعني بإحسان، سبحان الله بتكون سبب في بركة في حياتنا كبيرة، ورضا كبير جدا، وسكينة و فالخلاصة مفيش حاجة اسمها قرارات مثالية. السعي للكمال ده نسوه تماما، اوكي. واغلب البنات اللي اتربت غلط
وعندهم ضعف وعي شديد ومش فاهمين نفسهم، للأسف بيبقى مهم جدا نظرة الناس ليهم. تمام، عشان كده دايما بنلاحظ ان البنت اللي مش فاهمة نفسها دايما بتسعى للكمال، لو ان الامور لازم تبقى مثالية وتبقى بيرفكت وتبقى بشكل ما. أم، يعني keep it together all the time كده، حاجة انه لازم يبقى كله تمام all the time، حاجة اصلا انا حتى مش مستوعباها اصلا. تمام. الفرق بقى اللي بيتغير لما الشخص وعيه بيعلى انه بيسعى للإحسان. تمام، يعني ايه؟ يعني انه يرضي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما كلفناش فوق طاقتنا، والامور واضحة جدا جدا في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نعرفه معرفة يقينية. فنعبده حق العبادة بجد. تمام، لان هي اصلا اول يعني ألف ب دين أصلا إن أنت تعرفه سبحانه وتعالى، اللي هو تفسير الآية بتاعت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. تفسيرها لسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما إنه ليعرفوني. أوكي، فهي نمبر 1 كده إن إحنا نعرف الله سبحانه وتعالى. بعدين تزكية للنفس بقى اللي هي الأداة اللي هنعبد الله بيها. النفس دي مليانة حاجات بقى، مليانة عيوب ومليانة أفكار ومليانة ومليانة ومليانة. أنت هتعرف إزاي تتعامل مع نفسك وأنت مش فاهمها أصلا. تمام. فهي بالترتيبة دي أفهم الله، أعرف الله سبحانه وتعالى، أفهم نفسي، فأفهم أنا إيه نقاط قوتي ونقاط ضعفي، وبالتالي هعرف أخد قرار. التردد من أكبر يعني العلامات اللي بتدل على إن الشخص تايه مش فاهم نفسه، هي التردد. إن شخص على طول خايف ياخد قرار. ليه؟ لأنه دايما بيدور على الوضع المثالي، هو إيه أحسن حاجة أعملها علشان ما ندمش بعدين. تمام. هو مفيش مشكلة إن إحنا نخطئ على فكرة، ودي برضو حاجة لسوء التربية، انه لا 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 ما ينفعش تغلط، لا 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 منظرنا قدام الناس، لا 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 مش عارف ايه، كل دي اوهام اصلا. احنا ما بنتعلمش غير لما بنخطئ على فكرة. تمام، وتأكدوا ان اي حد ناجح انتوا بتتعلموا على ايده او متابعينه مثلا وشايفينه انه ناجح، تأكدوا ان ده اكتر حد غلط في حياته، تأكدوا يعني. تمام، كمية الحفر. يعني انا لما كنت بتكلم مع احد مشايخي بقول له انا مش شايفة نفسي مستعدة خالص ان انا اعمل كورس بقى واساعد البنات وكل الكلام اللطيف ده. فقال لي تخيلي نفسك واحدة في جيم، تمام، عدت بعشرة ليفل كده، 10 مستويات، وعارفة الحفر اللي في كل مستوى عشان انتي وقعتي اولموست فيهم كلهم. تمام، فبقى عندك مناعة وبقيتي يعني فاهمة شوية انه تساعدي البنات بدل ما يقعوا في نفس الحفرة اللي انتي مشيتي فيها، بس بمنتهى البساطة. فالحياة مش بالمثالية اللي انتم متخيلينها. تمام، اغلب الناس اللي بتمرض وبتتعب جدا لان تصوراتها عن الحياة خاطئة، وده امر كتبت عنه كتير. تمام، يا تصوراتها عن العلاقات، المفروض العلاقات تبقى كذا او كذا، او وان الناس لازم يحسوا بيا من غير ما اتكلم، وان عشان كده بقول لكم دايما الانماط، والله بجد هتيسر لكم الموضوع ده جدا. ان انت تفهمي ان في نمط لا ما بيعرفوش حته انه اصلا انا لا بحس يا رجاء باحتياجات الناس وبحس بيهم من قبل ما يتكلموا، ليه هم مش حاسين بيا؟ تمام حبيبتي، الانماط مش كلها واحد ومش كل الناس بتفكر كده خالص. في ناس فعلا لازم نتكلم قصادهم ونقول لهم ان يا جماعه والله انا تعبان، تمام، او انا بمر بالامر الفلاني. تمام. انا هنا مش بتكلم على الحاجات البديهيات، انه حد مثلا يتوفى والده ولا توفت والدته فرايح يشحت اهتمام من الناس. اوكي، جملة اصلا الاهتمام ما بيطلبش او الاهتمام بيطلب، هو الاتنين غلط اصلا. تمام، لانه بتتفاوت جدا من نمط لتاني. اوكي، في ناس لازم شوية نفهمهم انه انا بمر بكذا، انا في كذا مثلا تحدي قدامي ومحتاجة مثلا اخد رأيك او اخد رأيك في كذا. تمام، وفي حاجات تانية لأ بتبقى بديهية كده، اللي هو يعني common sense، اللي هو يعني مفروض يعني منطق سليم الأشياء، إنه حد شايفينه مثلا عنده حالة وفاة، واحدة اتطلقت، مش عارفة إيه، أكيد 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 محتاجة دعم، أكيد يعني. تمام. ف بداية كده تنطلقي ازاي عشان تعرفي تاخدي قرار ما يكونش مثالي. تمام، ان انت تفهمي نفسك. تمام، ودي صدقوني بتاخد وقت. فانا عشان كده عماله اللي هو شويه وبشد في شعر راسي، اللي هو ابداوا من دلوقتي يا دوبك تلحقوا اصلا. تمام، دي حاجه. يعني ايه يا رجاء مفيش قرارات مثاليه؟ مثلا حد دلوقتي قرر انه هيسافر بره مصر، تمام، وهياخد قرار موضوع الشغل بقى ويهاجر، واحتمال ما يرجعش هنا تاني خلاص. طب تمام جدا، القرار ده هل كله ايجابيات ولا فيه ايجابيات وسلبيات؟ ده اي قرار في الدنيا هتاخدوه يبقى فيه ايجابيات وسلبيات، واحنا اللي بنختار. اديني بصوا عماله اكررها لكم ازاي، احنا مش مجبرين يا جماعه، احنا اللي بنختار ناخد انهي شيله، انهي ايجابيات وانهي سلبيات اللي انا مستعده اتعامل معاها. ودي الحكمه وده الوعي. تمام، حد مدرك هو رايح فين.
مش عايش زي الزومبي. تمام. انا اسفه يعني اللفظ، بس هو ربنا سبحانه وتعالى استخدمه في القران، بل هم كالانعام يعني او اضل، يعني ربنا يعافينا ويعفو عنا من هذا الحال. حد زي الانعام كده عايش مش عارف هو عايش ليه، هو بياخد قرارات كارثيه وياخد على دماغه ويقوم ويقول هو ايه اللي بيحصل ده، هو الناس بتعمل فيا كده ليه، مش عارف ايه، وغرقان في دور الضحيه اصلا. تمام. فالشيله، اي قرار، اي حاجه هناخدها في حياتنا ايجابيات وسلبيات. مفيش ابدا قرار هتاخديه يبقى مليان ايجابيات وكله اجابات بمعنى اصح على بعض، مفيش حاجه اسمها كده. لا الحمل ولا الجواز ولا السفر ولا الشغل ولا التطوع ولا اي حاجه، ولا العلاقات. تمام. ولا اي حاجه في العيشه اصلا ايجابيه بنسبه 100% ولا سلبيه بنسبه 100%. تمام. فيها نسبه متاعب، تمام، وتحديات، وفيها نسبه كبيره سعاده وسكينه و اوكي. وكل واحد بيختار شيلته يا جماعه. اوكي. اللي بتقعد تشتكي من انها سنجل وهتموت وتتجوز هي نفس الشخصية دي اللي بتقعد تشتكي لما تتجوز، وبتشتكي لما تخلف، وبتشتكي لما اولادها يبقوا بيبيز ومش عارفة تنام، وبعدين لما يدخلوا مرحلة الحضانة وابتدائي وات ايفر والمذاكرة معاهم ليه؟ لانها اصلا هي مش فاهمة هي ليه العيشة كده، او هي مش قادرة تمتن على اللي موجود فيهون عليها التعب او الاجهاد اللي بيحصل. تمام. كان لسه عميلة بتقول لي وانت ايه اللي مخليكي متحملة مثلا وظيفة بتضيع صوتك وتعباكي، والموضوع مجهد نفسيا ان انت بتحسي بالانرجي قوي كده بتاعت الناس، وليه يعني؟ تمام. لدرجة ان انا مثلا خدت فترة على ما ابتديت استوعب ازاي افصل ما بين طاقتي وطاقة العميلة. تمام. والمشاعر بتاعتها ومشاعري، عشان انا شخصيا كانت معدتي توجعني بسبب ان مثلا لو قاعدة قدامي عميلة حزينة وطاقتها سلبية جدا انا كنت بتأثر بده جدا. تمام. واخدت فتره على ما عرفت اظبط ده بفضل الله. فالمهم ايه اللي مثلا مخليني متحمله ده؟ لان في ايجابيات للامر اوريدي اكتر انا شايفاها. تمام. انه بحقق مراد ربنا مني وحاسه بانتعاش رهيب وسكينه وفولفيلمنت يعني حاجه كده ملياني قوي، ساتسفاكشن عالي بقى وهكذا. تمام. وده اللي بيحصل لما بنحقق مراد ربنا مننا. فالقصة فيكي انت بقى دلوقتي، في اي قرار انت داخلة عليه مفيش حاجة اسمها وضع مثالي. انت اللي هتختاري انهي ايجابيات اللي عاوزة تتعاملي معاها وانهي سلبيات اللي انت عاوزة تتعاملي معاها. تمام. ومفيش اي وضع يا جماعة هتوصلوا له من غير مجهود. اوكي. الانتخه بتاعت النفس على فكره، عشان كده بقول لكم اسمعوا دروس التزكيه. النفس بتعشق الانتخه، بتحب قوي تقعد كده على الكنبه تبحلق في السقف في اللا فراغ، تتمنى وبس كده. والتمنيات زي ما بيشرح دكتور محمد راتب النابلسي في دروس شرح اسماء الله الحسنى، التمنيات بضائع الحمقى. اوكي. التمنيات بضائع الحمقى. ليه؟ لان انت قاعد تبحلق في السقف كده وبس. ان شاء الله انت هتقعد تفكر في التفاح هتلاقي طبق تفاح قدامك؟ مش هيحصل. مش هيحصل. تمام. الله سبحانه وتعالى امرنا بالسعي والاخذ بالاسباب تعبدا ليه، مش تعلقا بالاسباب. على فكره يعني احنا لما بناخد بالاسباب مش عشان بنعبد الاسباب، ده عشان احنا بنعبد الله اللي قال لنا خدوا بالاسباب. اوكي. فاحنا بنقول له حاضر يا رب بما اننا شويه تراب. تمام. وبما اننا عبيد لملك سبحانه وتعالى وهو ادرى بعباده، فاحنا بنقول له حاضر يا رب هنعمل كذا. مفيش حاجه اسمها واحد يبقى عنده امتحان تاني يوم وقاعد قدام التلفزيون وخايف. لا، ليك حق تبقى مرعوب اصلا. طب انك ما عملتش اللي عليك. فالرعب والخوف والقلق والتوتر والتردد اشارات، كلها مشاعر، كلها جايه تقولك انت مش فاهمه نفسك، في حاجه غلط. تمام. افكارك عن الحياه غلط. مفيش حاجه اسمها اوضاع مثاليه يا جماعه. مفيش حاجه اسمها اوضاع، انا ابص وكررتها كم مره، مفيش حاجه اسمها وضع كامل، بس في وضع كامل بالنسبه لنا. تمام. ممكن ما يناسبش غيري. اوكي. حياتي انا راضيه عنها بابعادها دي لانها بتفرق معايا انا، مكملاني انا somehow. اوكي. ما عنديش ادنى مشكله. انا عندي ام تعبانه وبظبط مثلا مواعيد جلساتي عليها وبظبط مواعيدي حتى بشكل يمكن نادرا لما لقيت لايف كوتش بيعمل كده. انا بشويه بعمل جدولي الخاص جدا علشان اعرف اظبط، ولو هاخد كورس باخد اجازه من الشغل وهكذا، عشان المسؤوليات ما تتراكمش عليا وما احسش ان انا تعبانه. بمنتهى البساطه ان انا فاهمه نمطي كويس جدا، وفاهمه لما بحس بالاجهاد بوصل لمرحله عامله ازاي. اوكي. فاحنا مش ملايكه يا جماعه، ما حدش فينا ملايكه، ربنا ما خلقش ملايكه. اوكي. احنا بني ادمين شويه تراب. افهمي نفسك، افهمي ايه اللي بيوصلك للغضب، ايه اللي بيوصلك للخوف. جذور الخوف والغضب على فكره مختلفه تماما من نمط للتاني. تماما. اوكي.
ومثلا البنات اللي ما فهمتش الصورة بتاعت صفات الايجو versus الروح وكده او السول، الجزء اللي هو بتاع صفات الشخص في مرحلة الايجو او الروح المزيفة، واللي قدامها اللي كانت الصفات الروح الحقيقية وكده. الكلام ده كله هتفهموه بالتفصيل على فكرة لو سمعتوا دروس التزكية، وانا اوريدي بشرحها في كورس الوعي بالتفصيل، بس هديكوا لمحة كده بسيطة. الشخص بيعيش في الايجو وهو في الجانب السلبي من النمط. يعني ايه؟ يعني نفسه محتاجة تزكية وتربية. اوكي، فهو واخد كل الصفات السلبية بتاعة النمط، لانه مش عارف يسوق نفسه، نفسه هي اللي سايقاه. اللي متبع هواه بيبقى كده. تمام، عايش بدور الضحية، الناس كلها هي اللي غلط، انا ما بغلطش في حاجة، انا الناس اشرار وانا اللي كويس، هي الدنيا بتيجي عليا كده ليه، مش عارف كده. تمام. صعبانيات صعبة قوي، يعني تقريبا اولموست ما بيعرفش يعفو عن حد او يسامح حد. بيغضب جدا لما حد ينتقده او ينصحه او يتناقش معاه حتى، وهكذا. ده كله كده ايجو. تمام، حد نفس غير متزكية، بس عشان نبقى واضحين. امتى بقى بيوصل للروح الحقيقية ولانه يبقى صادق وواضح وحقيقي، تمام، مع الله سبحانه وتعالى اولا ثم مع الناس؟ لما بيمشي بقى في طريق معرفة الله والتزكية ويذكر الله ويحافظ على أوراد الذكر بتاعته. تمام، مع اوريدي بقى روتين يومي يبقى ماشي عليه مع لايف كوتش، حد مساعد، حد واقف فوق دماغه بمعنى اصح، بيقول له يلا وهنخلص كذا وروتين كذا وبيديله الجرعات المناسبه زي ما بيقولوا. تمام، يعني عميل لسه بتسالني امبارح بتقول لي ليه ما بتديناش الماتيريال كلها مره واحده؟ قلت لها انت لايصه بماتيريال اسبوع واحد. تمام، اللي هو هديكي ازاي ماتيريال كل ده؟ الحاجه بتتاخد بالتدريج يا جماعه. مشكلتكم ان انتوا بتفتحوا على نفسكم فتوحه مره واحده، اللي هو 200,000 كورس مره واحده، قاعده بقى لها 3 4 ساعات قدام اليوتيوب متخيله انها كده بتستفيد. لا، انت بتبوظي الدنيا جوه عقلك زياده. تمام، لانه العقل المفروض الحاجه تتاخد بالتدريج وتفهميها وتهضميها وتطبقيها، وبعدين ننتقل لمعارف اخرى. تمام. فالخلاصه في موضوع القرارات، افهمي نفسك، افهمي نقاط القوه ونقاط الضعف، ايه اللي تقدري تتاقلمي عليه وايه اللي لا. تمام، ايه اللي تقدري تتحمليه وايه اللي لا، عشان ما تتجوزوش او تشتغلوا في شغلانه ما وتبداوا تصوتوا وتشتكوا. تمام، الشكوى دليل على ان الشخص مش فاهم نفسه يا جماعه. تمام. فلما بنبقى فاهمين انه في ايجابيات وسلبيات في الوضع، فانا خلاص انا بادئه الموضوع وعارفه ايجابياته وسلبياته، فانتهينا بقى الحمد لله. ونعيش بقى ونركز على النعم اكتر. فكل لما الشخص بيمتن اكتر على النعم اللي عنده، ما بيبقاش اصلا ملاحظ كمان الحاجات اللي تعباه اصلا. يعني مثلا انه حد كل يوم بيشتكي انه اصلا انا بروح الشغل في ساعتين رايح وساعتين جاي. طب ما تبص لكم النعم اللي جايبها لك الشغل. تمام، الحمد لله ما بتشحتش في الشارع، والحمد لله قدرت تتصدق، والحمد لله قدرت تصرف على نفسك وعلى بيتك، والحمد لله الحمد 200 ألف حاجة أصلا قصادها. تمام، فما تركزوش على حتة واحدة تعباكوا وتسيبوا 200 ألف حاجة تانية مريحاكوا. تمام. بس فانت اقعدي مع نفسك كده قبل أي قرار، هل السلبيات اللي في القرار ده أنا مستعدة أتعامل معاها ولا لأ؟ انت مثلا متقدم لك شاب انت بتحترميه جدا وحباه ومتفاهمين جدا ولكن النقطة السلبية الوحيدة من وجهة نظرك انت انه مسافر. تمام، وانت مش حابة تسيبي مثلا مصر لأي سبب من الأسباب، أو كنتي من أنواع الأنماط مثلا اللي بيجي لها اكتئاب مثلا من قلة ساعات الشمس، مثلا مش حابة تسافري بلد مثلا فيها عدد ساعات شمس قليلة وبتحسي بالكآبة بالجو المغيم ده، وات ايفر ايا كان. انت بقى قدامك دلوقتي الاوبشن، اختاري. تمام، والله هل مناسب ان انت تسافروا تقعدوا في حتة شوية في عدد ساعات شمس اكتر، في حاجة ممكن تساعدك لبلع الوضع الى حد ما، ولا خلاص كده بالنسبة لك الدنيا مقفلة؟ طب شكرا، في حفظ الله، في حفظ الله، وربنا قادر يرزقك. انما يوم ما بتاخدوا القرار خلاص الموضوع انتهى. فاهميني؟ مش هنقعد بقى لا وماليش دعوة ومش عارفة، تلاقيها عمالة تشتكي. طب خلاص، يا تكملي يا تطلقي. ما فاهميني عايزه اوصل لكم ايه؟ ان احنا بنقعد نجيبها. انا لما بقعد مع عميله مثلا، سواء كانت هتسيب شغلها او هتبدا في كارير جديد او هتتجوز او هتطلق، ايا كان القرار، في ورقه وقلم يا جماعه بنجيبها كده ونقعد نحسب ايجابيات وسلبيات الوضع، وهي قادره تتعامل ازاي مع الوضع. تمام، ودي مرحله تانية خالص من الوعي. يعني هي اصلا بتجيلي بقول لها لمده 3 4 شهور ما تكلمنيش في قرارات اصلا، ما تقفي على رجلك يبقى ربنا يفرجها. تمام، فما تبقيش انت تايهه اصلا وبعدين عاوزه تاخدي قرار. طب القرارات على فكره، مش عاوزه اقول بيس اوف كيك لاني مش مقتنعه قوي. انا مقتنعه بان اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا.
تمام، بس الله سبحانه وتعالى فعلا بيسرها قوي على الشخص اللي فاهم نفسه. تمام. هضرب لكم مثال بسيط جدا بنمط انا. تمام، انا نمطي يعني فعلا بوصل لمرحله من الغضب صعب جدا، وناس ما بتبقاش مستوعباني. انا لما بغضب ببقى اسوأ من الانماط اللي بتغضب، يعني في المفروض 3 انماط الاساسي عندها الغضب اصلا، انا ببقى اسوأ منهم لما بغضب. تمام، بوصل للمرحله دي ازاي؟ دي كانت رحلتي انا عاوز افهم بقى انا بعمل ايه فانا اوصل للمرحله دي. اكتشفت ان انا اول ما بحس ان انا دريند بقى ومستهلكه وتو ماتش بني ادمين، تو ماتش يعني تو ماتش اجتماعيات، تمام، بلاقي نفسي خلاص شكرا، كده الحمد لله قد تم تكفيفي. تمام، فلاقي نفسي بقى بقيت عصبيه ورخمه ولا وسيبوني في حالي. طب ليه اوصل للمرحله دي اصلا؟ تمام، طب ما احط روتين لنفسي ونظام يناسبني انا، بحيث اني ما افضلش كل شويه اتعصب واضايق نفسي. طب على ايه اصلا؟ تمام، حتة انه حد يقدر بشريته وضعفه، ده عبقرية يا جماعة، مش رخامة، ومش انه شخص ضعيف خالص. ان انت تقدر بشريتك، تعرف تقول امتى لا، وانا اسف، وانا ما يناسبنيش كذا. مش تناكة على فكرة. تم- عذرا. مش تناكة خالص انه شخص مثلا، يعني انا ما بحبش مثلا الكلام في التليفون تماما، يعني اللي ينفع يتقال في مسج واتساب ولا ماسنجر، ما تتصليش بيا عشان تقوليهولي. تمام، الموضوع بسيط، واغلب الانتروفيرت كده باي ذا واي، يعني مش عددنا قليل ولا حاجه. فانتوا لو سمحتوا يعني خليكوا حقيقتكوا، خليكوا انتوا، تمام، بمنتهى الصدق. وحته الناس هتزعل، هم في كل الحالات هيزعلوا. تمام، وتاكدوا ان مفيش قرار هتاخدوه هيرضي كل اللي حواليكوا. عشان نبقى واضحين، الله لو مركزيه قراراتك، لو هو رقم واحد في حياتك، مش هيفرق معاكي بقى الناس. خلاص، انا الله سبحانه وتعالى رقم واحد في حياتي، انا بعمل اللي يرضي ربي. تمام، لان صدقوني والله لما بتيجوا على نفسكوا اول علاقه بتتاثر هي علاقتك بالله. اللي اتجوزت عشان ترضي اهلها، تمام، وعاشت مع واحد هي مش طايقاه لمجرد انها مكسوفه وانه ابن ناس وكويس وفتح البيت وانتهينا والكلام لهبل اللي اتهرينا بيه بقالنا الكام سنه اللي فاتوا دول. حلو جدا، اول حاجه بتقولها هي ليه يا رب. تمام، بدل ما تقول ليه انا مثلا عملت كده، او ليه انا سمحت لعيلتي يضغطوا عليا ولا، بتقول لي يا رب. تمام، ايا كان بقى القرار اللي انتوا بتاخدوه، صدقوني والله لو جيتوا على نفسكم عشان حد وما كانش الاولويه في قراركم، القرار ده يخدم مراد ربنا مني ازاي؟ تمام، هل هيقربني من معرفتي لربي سبحانه وتعالى ولا لا؟ لو ما كانش دي الاولويه وده الاساس، صدقوني بعد شويه هتلاقوا نفسكم دخلتوا في موال تاني خالص، واستغلوا الشيطان عليكم. ليه يا رب؟ وانا عملت في نفسي كده ليه؟ وايه العيشه دي؟ ومش عارفه ايه كل الكلام اللي بيتقال ده. أرجوكم أرجوكم أرجوكم، مفيش أهم من نفسك عشان تفهميها. حياتك الله سبحانه وتعالى مديها لك هبة وهدية لمدة كام سنة، استغليها صح. بس ده كل اللي عاوزة أقوله لكم من الأوديو. والقرارات أبسط ما يكون لو أنت فاهمة أنت عايشة ليه أصلا. وربنا يعينكم ويقويكم ويرضى عنكم ويرضيكم يا رب. وهعمل سيف لللايف أوديو عشان اللي ما لحقوش من الأول. سلام.